السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. هنستهل النهاردة حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شوية أسئلة جميلة هنقولها لكم كده على السخان عشان خاطر ما ننساش حبايبنا، وما بنجاوبش على اسئله لحد لوحده، بنجاوب للكل عشان الكل يستفاد. عم أسامة، عندي عجز في صوابع فرد الحمام، ايه السبب؟ السبب ان الفرد عانى من امراض وهو زغلول. الامراض دي عملت شبه كساح، بس هو قدر صوابعه قفشت في بعضها او اتنت او يعني وربت، اتعوجت كده زي الحرف التو، وبدأت ايه يعني ما تتفردش وتبقى بعيدة عن بعضها. الاربع صوابع المفروض فرد الحمام او الطائر بيبقى ليها اربع صوابع، 3 قدام والمسند ورا. بص بعينك شوف، 3 قدام مسند ورا، فيهم شبه خلل بيحصل للفرد، زكة بسيطة او الفرد بيمشي ماشية انت ما بتاخدش بالك منها، ظابط نفسه زي الفل وبيكسر وبيجيب عياله وبياكل زغاليله وعياله طالعه زي الحيتان، بس هو في السعر والبيع بيقل شويه لان هو كان مر بمرض اثر عليه، اثرت على العظام، على رجله، والكالسيوم والكلام ده كله. طب ايه السبب؟ السبب احنا قلناه. طب هل ليه علاج؟ لا. لما يكون كبر على كساح، الكساح معناه ان هو مستمر معاه لغايه ما تاخده وترميه في الزباله. علاج الكنكر ايه يا عم اسامه؟ او التجبن اللي هو بيبقى بق الفرد. الكنكر ده حاجة كده بيضة كده، بكتيريا تعفن فضلت تزيد 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 تزيد، وماسكة من الزور عند القصبة الهوائية بتاعة الخرم بتاع التنفس، وفضلت تزيد وانت سبتها. لما كبرت الفرد بيتخنق. طب انت حمار، ما انتش فاهم تعمل ايه. طب ادينا بنقول لك يا عم، وصلى على الحبيب النبي وما تزعلش مني اذا كنت بشتمك، ده عشان خاطرك. الفرد بيتخنق قدامك، يعني انت في واحد ماسك زورك بيخنقك، هتشيل ايده ولا هتسيبه وتسلم وتطلع في الروح؟ هتشيل ايده. طب امسك الفرد، امسك الفرد. احنا بنسمي المرض ده كنكر، مرض الخنقه. ايه هو؟ دي بكتيريا بتعمل زي الجبنه كده والعياذ بالله، مقبره، وبتفضل تنزل تنزل تنزل، تعرض توسع تعرض توسع، لما تملى جوه القصبه الهوائيه وزوره ومعدته، الفرد بيموت. علاجها ايه؟ بجيب بنسة بتاعت شعر امك، بفضل اطلع فيها وافحر فيها بالعقل وبالراحه، لو معايا ملقط يبقى احسن، مش جفت، مش عايز حاجه حاميه عشان ما اعورش الفرد، كفايه كفايه. واعمل ايه؟ اديله 2 سم بعد ما انضفها خالص، اديله 2 سم امريزول، دواء في الصيدليه البشريه اسمه امريزول، 2 سم. وبعديها ب5 ساعات بالظبط اديله 2 سم عصير ليمون خام، مش بميه، ليمون خام عصرته اديله 2 سم. تاني يوم هتعملها هتلاقي الموضوع مشي، والفرد صحته بقت زي الفل، وجوفه زوره بقى زي القشطه. ماشي. علاج عطس الحمام ده بيبقى داخل عليه برد، هات له الدواء بتاع البرد بتاع الاطفال، بشري. ظهور ورم كبير في بطن فرد الحمام بدون سابق انذار. ظهور ورم، ساعات يبقى فيه ورم وساعات يبقى فيه خراج. الورم هو الورم اللي هو بيتكسي، بيظهر تحت اللحم وبيبقى مكسي باللحم، لونه موردن محمر شوية، بس انت مش عارف تعمل له اي حاجة. ده سيادتك تشخيصه انك تطلع بيه على حد بيطري. بس احنا بقى بنعافر شوية مع الفرد وبنقول لك قبل البيطري لا مؤاخذة ادعك الورم ده سنة كده، لو الفرد اتقلب منك طب سيبه، لو استحمل الدعك ادعكه. بيدق في الموتوسيكل وهو هيصدعنا على الفاضي، لو يستحمل الدعك ادعكه. الورم بتاعه ده شوفوا ورم من خبطة ولا ورم من حبسة، ايه احنا بنسميها كده. وتجيب مرهم مضاد حيوي، مش برشام، مرهم،
وتدعكوا على الورم ده 72 ساعة، مرة الصبح مرة بالليل، 3 أيام 72 ساعة، 3 في 24 ب 72. اليوم الرابع لو صحيت كده بعماصك وبصيت لقيت نفس الورم، اعرضه على بيطري، لأن الفرد ده ورمه ده خطير، وما ينفعش الفرد ده يتذبح ويتاكل. بجملة يا عم مش ناقصة تصاب بسبب حاجة مسرطنة في فرد الحمام، مش عايزين نبشر بس. طيب، النتاية بتبيض بيضتين، ممتاز، وبترقد عليهم زي الفل، وفجأة واحدة بتبقى ساقعة وواحدة بتبقى سخنة. النتاية بتبيض بيضتين وبترقد عليهم، وفجأة بلاقيها طلعت واحدة من تحت من جنب بطنها سقعتها، والتانية بتبقى سخنة وقاعدة عليها. طب يا حبيبي بص يا بابا، حبيبي هقول لك على حاجة. الحمام ده باض بيض، النتاية باضت بيضتين، قعدت عليهم مرحلة الرقود، سقعتهم ومشيت، سابتهم فجأة ومشيت، يبقى البيضتين كانوا بيضتين فاسدين، ووقت التحرك بتاع الجنين اللي هو 10-12 يوم قعدت عليهم، ما لقيتش فيهم رجا، راحت سايباهم، لأن البيض ريحته الفاسدة اللي جوه بتطلع بره عن طريق مسام موجود في البيض، انت ما بتشمهوش، انت بتبقى شماه وحاسه بيه. وصلت؟ بريحك بس عشان انت ايه، عندك سنة جهل، انا عندي نقطة علم، فيعني بنمسح جهلك باستيكة. النتاية اللي بتقوم من نفسها على البيض بتبقى عارفة انه فاسد، وده نتيجة جهلك انت، انك ما كشفتش على البيض بعدها بيومين بثلاثة بخمسة بأسبوع على ضوء الموبايل، تشوف العرق فيه البيض اسمر ولا لأ، الجنين بقى نقطة ويتكون واسيبه يكمل ولا لأ. ماشي، عايزة خبرة، مش أي حد ما يلاقيش حاجة يرمي ويبقى البيض عمران. ركز. طيب، النتاية رقدت على بيضتين، بعد كده فضلت راقدة على بيضة وطلعت بيضة، خد البيضة يا محترم اللي هي قالت لك دي فاسدة، خدها ارميها ارميها. طب في ناس بتسيب البيضة دي لغاية ما الزغلول يطلع، والبيضة تبقى لونها مزرق، والزغلول يبقى قد البطش، والبيضة معفنة، يعني انت سايب مرض جنب الزغلول ليه؟ اول ما تديك هي اشارة وتقول لك شيل شيل، هي حاسة بيها فطلعتها لك. النتاية بتبيض بيضة بريشت، علاجها ايه؟ كالسيوم. انا بجيب قصعة بتاعت مونة، بجيب قصعة بتاعت مونة، كانت زمان ب5 جنيه وب10 جنيه، معرفش النهارده بقت بكام، وبحوطها بالطوب، بقت بكام قالب طوب احمر عشان ما تقعدش ترقص، وبحطها في ركنه جنب الاوضه، وكل خيرات ربنا بتاعت الدبش والتحديق والفحم والزيناميك والموتوسيكلات المتحنطه بفرم لها اي حاجه، بدغدغ لها اي حاجه للحمام. هيطلع على الاسطح هياكل طوب، بحضر له الطوب وافشفشه. هيروح الصحراء ينقي رمل، بجيب له كبشتين رمل. هيلاقي محل بتاع موان هيلقط في جير، بجيب له شويه جير مدفع احطهم له. لقى فحام بيشرب شيشه خد حته فحمه، بجيب له الفحم واجرشه. بجيب له حته قالب طوب احمر. بيت مهدود بجيب له شويه راتش. ما الحمام مش قصه يعني يا جدعان. خواجه فيكتور لما كنت عنده من فتره، كنت بلاقيه يجيب طوب متدغدغ، اقول له ده من عند مين؟ يقول لي من عند فلان الفلاني اللي انا بجيب منه العلف. اقول له ده يعني الكلام ده ما ينفعش عشان انت جايب الكيس ده ب10. يقول لي اه. اقول له ده طوب متكسر، اسمه طوب سن، يعني طوب متدغدغ قد راس عود الكبريت. فهي مش ناقصه يعني يا جدعان، لا احنا بنضحك على بعض ولا احنا بندشمل بعض ولا احنا، لغايه الان في مافيا التحديق. شويه جاموس لقوا سبوبه ببلاش بيعملوها، قال الحمام كان محتاج ان احنا نعمل له
اعلانات وشكاير وتحديق والفا بولا الفا كلاكولا هلاهيت جريت من عفريت. انا ما بقتنعش، بعرف اعمل حاجه على ايدي، بسمي بالله هريجي وبعمل الحاجه. محبش حد يشتغلني، لا دقق عصافير ولا دقق صواريخ، حدايات. بعمل كل حاجه على ايدي. براحتك بقى، عجبتك طريقتي عجبتك، ما عجبتكش يولع بجاز. قناتي وانا حر فيها. علاج الحمامة المجدولة. المجدولة اللي هي جت تطير او مش عارفة تطير نظرا لان في خلل في جناحها، واحنا بنقول تكتيفة في جناحها. التكتيفة دي يا حبيبي ملهاش علاج، ملهاش علاج. انا جربت حمام مجدول في قلب السوق، جناحه كده مكسور في قلب السوق، واتضح ان فرد الحمام سلاحه جناحه، سلاحه جناحه. في خلل في السلاح، حي على الفلاح، الفرد باظ. مهما تعمل مع الفرد كبيره يطلع دوره. عملت معاه يعني يستس، يعني عملت معاه اللي ما يعمل. خدت الفرد وعملت له يعني كل ما تتخيله. دخلته صالة جيم وخرجته. كبيرك تخليه جوه المكان بيعرف يتنقل. كبيرك ان عرفت تخليه يتنقل. انا عن نفسي بديله دور ارضي وبخليه يتعامل. لو نتايه بديها دور ارضي وبخلي ذكر حلو كده يكسرها وبتجيب عياله وبتاكلهم. بستفاد من وراها، بحضن تحت منها. يعني الحاجات دي ما بتترميش، الحاجات دي بنستفاد وبنشغل مخنا نعمل ايه من وراها. احلى مسا عليكم، وكفايه عليكم كده النهارده، عشان انا ريقي نشف، ريق امي نشف، فجبت ازازه عشان اشرب منها. واحلى مسا بالصلاه على جمال نور النبي. ويا رب يهد كيانك يا اسرائيل يا بنت الكلب يا وسخه. وان شاء الله نشوف فلسطين في اعلى عليين، وربنا ينصرهم على اسرائيل بنت الكلب الوسخه. سلام.